السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا شفنا في واحد الحلقة شنو طرى الرسول صلى الله عليه وسلم ملي مشى مع الغلام ميسرة في التجارة للشام، وقصة زواجه من السيدة خديجة. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نعرفوا شنو دارت السيدة خديجة من بعد، فخليك معايا باش تعرف. فيما روى الإمام بن هشام المعافري عن الإمام بن إسحاق المطلبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما رجع من الشام مع الغلام ميسرة، جاهد ميسرة هذا عند السيدة خديجة وعاود ليها شنو قال ليه الراهب نسطورة، وعاود ليها على الإضلال ديال الملكين للرسول صلى الله عليه وسلم من دون الناس. فالسيدة خديجة غادي تمشي عند ولد عمها اللي هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وكانت تنصر في ذاك الوقت وتتبع الكتب وكان عنده من علم النصرانية. فعودت لي على شنو قال لها غلام ديالها ميسرة من قول الراهب ومن إضلال الملكين ليه. فهذا ورقة بن نوفل غادي يقول للسيدة خديجة إلا كان هذا الشيء بصح اللي قلتي لي، فإن محمد نبي هذه الأمة، وأنا كنت عارف باللي هذه الأمة عندها نبي وهذا هو الزمان ديالو. فبقى يستبطأ الأمر وتيقول حتى متى. هو يقول واحد القصيدة شعرية في هذه الأحداث هذو: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا. النشيج هو البكاء مع الصوت، ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا. وهنا المكتين تقصد بها العرب مكة وما حولها، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا. تموجا تعني تضطرب، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا. والفلوج هو الظهور على الخصم أو العدو. فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. عجت بمعنى ارتفعت أصواتها، ورجى بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا. والعروج هو الصعود والعلو. وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا؟ فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج لها الكافرون ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. المتلفة هي المهلكة، والحروج كثيرة التصرف. وكان ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى واحد من اللي آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعث. فإذا كنت مهتم بالسيرة النبوية بالتفصيل لسيد خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم فغادي نخلي لك الرابط لتحت في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.